رجعت تاني أعراض البلهارسيا تهاجمني وبقوة، لدرجة إن في ناس ما كانتش مصدقة إني مريض فعلا، وكانوا فاكرين إني بمثل المرض علشان تعاطف الناس معايا يزيد. وفضلت آخد أدوية بسيطة وما كنتش باخدها بانتظام، وكنت كل فترة بقطع من وقت شغلي وحياتي عشان أعمل عملية. وعليا أختي وأمي حبيبة قلبي ما كانتش بتفارقني أبدا لحد آخر يوم في حياتي، لحد ما وصلوا 60 عملية جراحية في سنين كتيرة جدا. ومع إني كنت إنسان ملتزم، لا ليا في الخمور ولا حتى بدخن، إلا إن تعبي كان بيزيد ما بيقلش. وفضلت مكمل في الغنى والتمثيل، وما كنتش أعرف إن آخر أيام حياتي بتقرب، لحد سنة 1977 لما اتشخصت بتلف في الكبد، وده من مضاعفات البلهارسيا، وده سبب نزيف في المعدة. التشخيص الأخير كان بيقول إن الدوالي لازم تتحقن، والعملية دي هتتعمل في لندن، والمفروض إنها كانت هتريحني 5 سنين. سافرت أنا وعلية وشحاتة ونهلة ميرات الفنان عبد الوهاب ومجدي العمروسي. وفعلا دخلت العمليات، لكن حصلت حاجة خلتني أتشائم، وهي إني بحط دايما مصحف تحت دماغي يوم العملية. بس في اليوم ده المصحف وقع، والدكتور بتاعي أخده حطه في جيبه. وبعد ما خرجت من العملية ودخلت أوضتي، وبعد 10 دقايق ضرب الجرس، وجه الدكتور ولقاني بنزف من بقي، فقال لي إن ده تصافي من العملية وده طبيعي. حاولت أنام، بس بعد مرور ساعة النزيف ابتدى يهاجمني تاني، والأرض والملايات واللبس بقى كله دم. عملوا استدعاء لكل الدكاترة عشان يشوفوا اللي بيحصل، ولما فحصوني اكتشفوا إن معدتي كل الأوعية اللي فيها انفجرت. وعشان النزيف يقف كان لازم أبلع كورة جلد، والجهاز المخصص ليها ينفخها عشان تقفل شرايين الدم. وحاولت أبلع الكورة دي لحد ما وصلت لنصها بس، ومع آخر محاولة فاضت روحي. أختي اتصدمت وما كانتش مصدقة. نقلوني على الطيارة عشان أرجع أدفن في بلدي في مقابر العيلة. واللي الناس ما تعرفوش إن النعش اللي الناس صلت عليه ومشيت وراه كان فاضي. ودي كانت جنازة رمزية مشي فيها 2 مليون إنسان، وكانت من أكبر الجنازات اللي حصلت في مصر عشان تنتهي أسطورة العندليب الأسمر. ده كان آخر فصلي، لكن أسطورتي لسه عايشة. شوف حياتي الكاملة في بين زمنين.